النادي الاهلي مش لاقي، اللعيبه مش لاقيه بعضيها، في مساحات رهيبه جدا في الدفاع. يعني الاهلي عنده مشاكل رهيبه جدا، يعني ما بين الاطراف. بن رمضان مش رابط مع خط الهجوم. النهارده لما تيجي تتكلم على كوكا، النهارده مثلا اما نيجي نقيم مع بعض لعيبه النادي الاهلي، احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا ما ينفعش يبقى باك شمال. النهارده عمل اخطاء كارثيه سواء في الطرد او حتى في الهدف اللي احرزه فادي فريد مهاجم الاتحاد السكندري. النهارده الاتحاد السكندري بالمناسبه يا جماعه النهارده عمل مباراه عظيمه جدا جدا، خاصه في الشوط الثاني. كورتين كان ممكن الاتحاد ان هو يتعادل كمان، لولا ان النادي الاهلي الجون اللي جابه غطاه بجون تاني اللي هو هدف زيزو من ضربه جزاء. وطبعا زيزو من نجوم المباراه، هو صنع هدف ومسجل هدف وعمل مباراه جيده. لكن تعالى كده نتخيل مع بعض يا صديقي ان النادي الاهلي لو ما كانش احرز الهدف الثاني والنتيجه بقت 1-1، كان ممكن النهارده المباراه الاهلي يخرج فائد نقطتين، يخرج مغلوب. ما تضمن، ما تعرف، الكره ملهاش كبير. الاهلي سيء، الاهلي سيء جدا. وياس تروب عنده مهمة صعبة جدا جدا مع النادي الاهلي المرحلة الجاية، سواء على مستوى الدوري وعلى مستوى دوري الابطال. لسه عندك المباراة العودة امام ايجل نوار البولندي يوم السبت الجاي، وعندك مشوار طويل في الدوري، وعندك لسه السوبر المصري جاي. فياس تروب مدرب الاهلي الجديد عنده مهمة شاقة جدا جدا، وعلى النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي تركز الفتره الجايه. النهارده اللي شفناه النهارده، الفوز غطى على كل حاجه، غطى على حاجات كتير. الاهلي في فرديه كتيره جدا بنشوفها في الملعب، في لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي خارج التركيز، خارج نطاق الخدمه بصراحه. طبعا انت بتتكلم على الدفاع النهارده، ياسر ابراهيم وياسين مرعي شوارع شوارع. بعد خروج محمد عبد المنعم الاهلي لم يجد مدافع جيد يشيل الدنيا ورا، او معنى اصح يشيل دفاعات النادي الاهلي. نفس الكلام كوكا، بعد ما راح علي معلول الاهلي ما جابش باك شمال كويس. اما نزل طبعا محمد شكري، طبعا عوده حميده لمحمد شكري. لولا الاصابه الراجل ده محمد شكري هيبقى باك شمال واعد، وباك شمال ليه مستقبل مع النادي الاهلي. لما بنيجي نتكلم على الشق الهجومي جراديشار، برضه ما فيش برضه كنترول، ما يعني ما جاتلوش حاجات كتير الراجل. وطبعا الاهلي اهدر اكتر من فرصه في المباراه. لكن يا جماعه عشان نكون واضحين مع بعض، وخاصه في الشوط الثاني، النادي الاهلي مش ده النادي الاهلي يا جماعه. اي هجمه مرتده خطيره على الاهلي، اي هجمه مرتده خطيره على النادي الاهلي. النهارده توني وكريم الديب